عايز تتحكم في نفسك بس مش عارف ازاي، عايز تتحكم في تصرفاتك، عايز اعمل رجيم او عايز ابطل كلمه اقولها بس مش عارف اعمل ايه. تعالى النهارده اقول لك ازاي تتحكم في نفسك. اهلا بيكم في حلقه جديده من انا مع سيف الله عطا. هقول لك النهارده ازاي تتحكم في نفسك. مبدئيا انت لازم تثق في نفسك وان انت قادر على انك تتحكم في نفسك وقادر على ضبط ذاتك، ولو امنت باي حاجه غير كده فشيء طبيعي ان تصرفاتك تخرج عن السيطره. لازم كمان تحط لنفسك هدف واضح انت عايز توصل له في ضبط ذاتك. انا مثلا عندي رجيم فاحط له خطوات وخطه زمنيه وبالخطوات بكل حاجه، فانا احط خطه كامله فيها كل حاجه انا عايزها، فيها الهدف، فيها خطوات، وفيها الوقت الزمني اللي انا عايز اوصل فيه للحاجه دي. ده هيساعدنا في ان احنا نضبط ذاتنا. مثلا على سبيل المثال ان انا عايز اعمل رجيم، فاحط الرجيم وخطواته والفتره اللي انا عايز ادني فيها في الرجيم، شهر 2 3. حاول انك تركز على الهدف مش على المشتتات والعقبات. على سبيل المثال احنا عندنا دلوقتي انا اعمل رجيم ومامتي النهارده في عزومه وماما عماله تطبخ في المطبخ وعامله اكل دسم وحاجات بقى ومحاشي، فانا ما اخدش نفسي وادخل المطبخ واقعد ابص على اللي هي بتعمله واحصر نفسي. ايه الرجيم ده يعني؟ يا عيني يعني عيني عليا، كلهم قاعدين ياكلوا وهيتمتعوا بالاكل ده وانا يا عيني هاكل شويه الخس والسلطه اللي الواحد بيرجع منهم دول. ما اقعدش اقول الكلام ده ولا ادخل واشوف المشتتات. احاول ان ابعد عن المشتتات دي وما اركزش عليها واركز اكتر على الهدف وتحقيقه وان انا قادر ان انا اعمل ده. حط كمان لنفسك محفزات، يعني مثلا زي ما بنقول دايما خلصت الاسبوع ده على خير، كملت رجيم بدون اي انقطاع او فلتات، اكافئ نفسي بحاجه بيوم فري مثلا او حاجه تانية. مش بالضروره ان انا اخرب الرجيم باليوم فري ده، لا، ممكن اعمله خروجه، اروح سينما، اشوف مسلسل، احاول ان انا اكافئ نفسي. واكيد اكبر مكافاه للي عايزين يعملوا رجيم ايه هي؟ انك لما بعد ما توصل للوزن اللي انت عايزه او للشكل اللي انت عايزه هتعرف تشتري لبس هيكون عليك حلو. النقطه الاخيره واللي هي كمان مهمه انك تراقب نفسك. يعني مثلا انا في كلمه عايز ابطل ان انا اقولها عشان بقولها كتير ومش عايز اعمل ده، فمثلا كل ما اجي اتكلم مع حد اراقب كلامي وافكر فيه قبل ما اطلعه، فالاقيني لسه خلاص اقول الكلمه اروح ماسك نفسي ومش قايل الكلمه دي واستبدلها بحاجه تانية. مثال اخر ان انا مثلا بتكلم مع الناس وللاسف بقعد اتكلم عن حاجات شخصيه وانا عايز ابطل الحاجه دي. مش عايز اقعد كل ما اكلم حد اكلمه عن حاجاتي الشخصيه، لا، عايز يكون عندي خصوصيه شويه. فمرات تطلع مني فلته كده، لا، افكر في الكلام قبل ما اطلعه، ولقيتني خلاص هقول على حاجه، لا، امسك نفسي. نصايح على السريع، حاول انك تلتزم بالخطه والهدف اللي بتحطه لنفسك، ما تقعدش تشتت نفسك كتير، لا، حاول تلتزم وان شاء الله تحقق انجاز وتفتخر بيه، وده هيشجعك اكتر لانك تعمل انجازات اكتر وتحط خطط واهداف اكتر. وبكده انتهت حلقتنا، نشوفكم باذن الله في حلقات جديده من انا مع سيف الله عطا.